السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوان الأخوات، نتمنى كلشي يكون مزيان. كاين بزاف ديال الأصدقاء كيسولوا على هذا المجال ديال الطوبوغرافيا، يعني الطوبوغراف كيقول لك شنو هي الطوبوغراف وشنو الخدمة ديالو، وواش كيتخلص مزيان ولا ما كيتخلصش، وشنو المجالات اللي عنده، واش خدام، واش كيخدم في المحافظة، واش دوك يعني إلا بغيت نخدم شنو المجالات اللي عندي حق نخدم فيهم، واش نخدم غير في الشركة ديال الطوبوغراف، يعني كتكون داك اللي كيكون داير واحد الشركة ديالو مصغر اونتربريز كيكون داير طوبوغراف. كيقول لك شنو المجالات اللي كنخدم فيهم، يعني واش كنحفظ الطيور، هذه هي الخدمة ديالي، كانت ريطابيسمون دي بورن، ولا شنو زعما الحوايج، بزاف الحوايج ما كيعرفوهمش الناس على الطوبوغراف. على هذا الشيء هذا بغيت نهضروا ان شاء الله اليوم ونوضحوا للدراري والاصدقاء ديالنا داكشي اللي ما عارفينوش. واي واحد عنده شي سؤال ولا شي حاجه يقدر يديرها في التعليقات، يقول لك شنو السؤال اللي عندي، ومرحبا ديك الساعه نلقاو شي وقت ان شاء الله نجاوبوه ونبداو على بركه الله. اول حاجه طوبوغراف كاين واحد السؤال يعني كبير كيطرحوه بزاف ديال الأصدقاء، هو يعني شنو الأنواع ديال المدارس اللي كاين ديال الطوبوغراف. كاين طوبوغراف ديال زيستية، يعني ديال التكوين المهني، وكاين الطوبوغراف ديال المعهد، وكاين لي زيكول دي زانجينيور، يعني كاين ديال ليافي حسن دو، كاين واحد ايكول دي زانجينيور وحده اللي كاينه في المغرب وهي ديال ليافي حسن دو. يعني اللي بغا يدير انجينيوري يكون انجينيور طوبوغراف جيومتر طوبوغراف، خصو يمشي ديال ليافي حسن دو. وكتهز هاد ليافي حسن دو كتمكن تهز من التكوين ولا تهز من المعهد، ولكن النسبة ديال التكوين كتكون ضئيلة بزاف. يعني يقدر يتهز واحد الا كان شي واحد كيدوز كونكور، يعني خصو يكون شي واحد تري كومبيتون باش يدوز. ولا كاين الاصدقاء اللي كيدوزو من المعهد ديال انستيتيت توبوغراف، هو اتسكرت انستيتيت تكنيسيان سبيسياليزي او جيني رورال اي اون توبوغرافي. هادي ايكول كتهز عندها بريسيليكسيون حتى هي كتدوز فيها الكونكور باش تخرج تكنيسيان سبيسياليزي فيها عامين، كتقرا فيها تقريبا بزاف ديال الحوايج، منهم يعني منهم فوتوغراميتري، طوبوميتري، يعني فيها طوبوغرافي، فيها لي زابليكاسيون ديال مثلا ديال لابليكاسيون ديال داكشي اللي كتقرا. فيها تي ستاجات، فيها كتقرا فيها السيك، كتقرا فيها الماط، الفيزيك، فيها بزاف د الحوايج. لهذا داكشي علاش كيطلبوا هما واحد السوي كتكون شويه طالعه ديال الكونكور، يعني كيما تيختار كياريطيو على 15 باش دوز الكونكور البريسيليكسيون. المهم ملي كتخرج حتى هي هذه كتهز كتهز منها، كتهز ليافي حسن دو. ويمكن لك عرفتي ندفع الا بغيتي الحظ يكون اوفر، يعني كتدفع للبرا، كتدفع لفرنسا. كاين دي زيكول ديال كتخرج منهم جيومتر طوبوغراف، انجينيور جيومتر طوبوغراف. هذا فيما يتعلق بالقرايه. الموضوع الثاني هو الموضوع ديال الخدمه. شحال من واحد دابا ما كيعرفش ان شنو المجالات اللي كاينين ديال الطوبوغراف. كيقول لك واش الطوبوغراف يعني خاص بالتحفيظ؟ هو ماشي خاص بالتحفيظ، كاين بزاف ديال المجالات، تقريبا اي مجال حيوي كتلقى فيه الطوبوغراف خدام. منهم الطرقان، منهم المشاريع الكبرى، السدود، الاخر لاسنيسمون، داكشي ديال الواد الحار، داكشي ديال الجزيئات، اللوتيسمون ديال اللوتيسمون الجداد، يعني الاخر ريستيتيسيون، ديك اعاده الهيكله، لي زوتوروت، يعني شومان دو فير، تي جي في، اي حاجه فيها طوبوغراف خدام. يعني القناطر، اي حاجه. يعني بحال مثلا نعطيكم مثال بسيط، الا بغيتي دوز واحد الطريق مثلا، اقل حاجه يعني اسهل حاجه اللي كدوز ديما اللي خدامين بها هي الطرقان مثلا. الطرقان الا بغيتي دوز غير الطريق، اول حاجه كيشوفوها هو طوبوغراف. فاش كيدير ديك باش كيعيطوا الطوبوغراف، كيدير لي تشيد ميليو، كيدير لي تشيد ديال التيران، كيدير داك بلون كوتي. داك بلون كوتي كيعطيه الانجينيور الارشيتكت اللي يقدر يحط البروجي، غيحط البروجي ديالو غادي كيديرو في الوراق. يعني كيبازي على هذيك باش يعرفوا البلاصه اللي فيها الكوباتير، البلاصه اللي فيها
يعني لا شارج خصهم ينقصوا منها، ولا البلاصه اللي هابطه خصهم يديروا لا شارج باش تولي يعني تولي اوريزونتال. بزاف ديال يعني ديال لي زيتيدي كيشوفوا شنو كاين تما، كيديروا واحد بلون ستيل يشوفوا البلاصه فين كاين بعدا داك، فين كاين داك لوبيان، فين كاين غير دوز ديك الطريق. مور داكشي كيجي لاشيتيكت كيحط البروجي ديالو في الوراق. فاش كيحطو كيعيطوا على الانجينيور جيومتر توبوغراف يعني، ولا كيمشي لي تكنيسيان ديال التوبوغراف، كيحطوا داك البروجي كيبقاش كيوريهم ملي غادي يدوز. كيحطوه بدي كوردوني، ها ملي غادي يدوز البروجي، ها الطريق، ها الحد، ها منين غادي يدوز، ها فين، ها الميديو، ها الوسط فين غادي يدوز، ها الوسوعيه ديالو. يعني كيحط لهم واحد لي بورن باش كيخدموا عليهم الاخرين. مور داكشي كيمشي عاوتاني كيبداو الخدمه دوك يعني العمال اللي كيبداو الخدمه. مور داكشي عاوتاني كيعاود يعيطوا الطوبوغراف باش يكونترولي دوك لي بوين واش بلايصهم ولا لا، باش كيشوفوا البروجي واش يفاليديوه ولا لا. يعني بحال مثلا فاش كيجي كيشوفوا واش الطريق، واش ديك البلاصه فين يحطوا البروجي لاكس هو هذاك، يعني لي زيكستريميتي واش هما هادوك، يعني لي زالتيتيد، يعني باش ما تكونش واحد كيديروا الكونترول ديال الطريق باش ما تكونش فيها مثلا واحد، ما يكونش فيها ارتفاعات باش كتكون الطريق هذا بلا، باش ما يكونش السكوس في الطريق. هذا غير مثال بسيط ديال الطريق. عاد زيد ديال تحفيظ الاراضي والتقسيم والكوبروبريتي عاوتاني كيجيو كيقسموا دوك، كيقسموا لي زابارتومون، يعني داك السدود، اي حاجه فيها كون طوبوغرافي يعني ديما خدام. يعني هاد الدومين هذا خدام بزاف، ما كيعرفوش الناس بزاف، عباد الله بزاف ما كيعرفوش هاد الدومين هذا. والحاجه الثانيه السؤال المهم كيسول كيقول واش الصالير ديالو مزيان. الصالير ديالو عنده علاقه بالدبلوم. يعني كنتي تكنيسيان سبيسياليزي، تخرجتي من واحد ليكول من تكوين، ولا خصوصا بحال المعهد ديال مكناس ولا ديال تويس اللي كاين في ديال المعادن اللي كاين في الناظور. بحال هاد ملي كتكون ديبلومي، يعني عندك واحد الصالير كيكون مزيان. كيقدر في الاول كاين اللي كيبدا كيكون ستاجير كيدير ديك 3000 درهم 4000 درهم، واحد شويه كيطلعوا له 6000 7000 درهم حتى 8000، حتى يقدر يفوت حتى 10000 درهم. وانا نقول لكم فاش كيفوت 10000 درهم، لان كاين شحال واحد كيقول لك. وكاين شي وحدين اللي خدامين كتلقاهم خدامين، يعني تكنيسيين خدامين بشحال هادي وكيتخلصوا ب 4000 درهم 3500 درهم، ولكن ما عندهمش الدبلوم. وكتلقى اكسبيريمونطي وكيخدم. شحال واحد كيجي كيقول لك ولا ايوا هذاك راه كيخدم، هذاك راه الانجينيور عنده حسن ان هذاك يخدم، هذاك اللي عنده الخبره على هذا اللي عنده الدبلوم. هذه في نظرك انت، ولكن هو الانجينيور كيخدم هذاك يعني مزيان، وكيخدم وكيجيب دوز بروجي يعني كيقاد الامور ديالو. ولكن فاش كيبغي الانجينيور مثلا كيدير واحد المارشي، كيبغي ياخذ واحد المارشي، واحد الطريق كبيره، ولا شي بروجي كبير، شي سد، يعني شي طريقه توسع، شي حاجه، شي اوتوروت، شي حاجه. داك الانجينيور كيحط الدوسي ديالو حتى هو باش ياخذ المارشي، كيديبوزي الدوسي ديالو. فاش كيديبوزي الدوسي ديالو، اول حاجه كيشوفوا الماتريال اللي عنده. يعني واش عنده لي جي بي اس، واش عنده لي درون، واش عنده يعني شنو الاخر الماتريال اللي عنده، شحال عنده الطوموبيل، شحال عنده. كيشوفوا الشركه واش قاده يعني تشد داك البروجي ولا لا. والحاجه الثانيه كيشوفوا لو سورس ايمان يعني كيشوفوا الكابيتال ايمان، انه واش عنده الناس اللي ديبلومي، يعني واش عنده الناس اللي عندهم الاختصاص يعني خدامين. ملي يعني هناك هو كيحتاج دوك الناس اللي عندهم لي ديبلوم، خصو ضروري يخدمهم عنده. لان واخا الاخرين عندهم اكسبيريمونطي ولكن ما عندهمش لي ديبلوم، ما كيقبلولوش داك البروج. كيقول خص يكون عندك الناس ديبلومي، وتما كيترفض له الدوسي ديالو، وكيدي واحد اخر اللي عنده كابيتال ايمان، اللي عنده الناس خدامين انهم كيشوفهم بلي ديبلوم، كيقولوا ان داك المشروع غادي يكون ناجح. هذا فيما يتعلق بهذا يعني بالصالير. والصالير كيقدر يوصل يفوت 10000 درهم مثلا. فوقتاش كيكون واحد عندك مثلا طوبوغراف، لان كما كتعرفوا الطوبوغراف ما كيخدمش بيدو، هو ديما كيكون عنده واحد التكنيسيان اللي
اللي كيخدم له كيعول عليه داك التكنيسيان. اول حاجه كيكون عنده امتيازات عندهم الطوموبيل، كتكون عنده كيمشي بها ويجي باش كيمشي بها لي بروجي ويشوف وياخذ دي مارشي، كيحط كيديبوزي المارشي، كيحضر الاجتماعات، كيمشي يشوف مثلا واحد كان شي بروجي غادي يخدمو كيمشي يشوف فين غيخدموه، كيدبر لي زافير. ثاني حاجه كتلقاه انه يعني عنده ديبلاسمون ديالو، يعني ديبلاصا مثلا خرج المدينه ولا راه كيتخلص عليها، كيعطيه الانجينيور كيعطيه الماكله. يعني مشى عنده شي بروجي مثلا غادي يخدم مثلا مشى من مكناس الفاس ولا من مكناس الرباط ولا من مكناس خريبكه، خصو الماكله ديالو، خصو فين يبات، كيخلصوا لوطيل، كيخلصوا الماكله ديالو. بعد تيختار كان عندهم شي بروجي كبير في شي بلاصه كيستخدم كاري لهم لوطيل واحد المده المثاليه، وعندهم الماكله ديالهم وعندهم ديبلاسمون ديالهم. يعني كيولي داك التكنيسي كيولي كيتخلص مزيان، كيفوت واحد يعني كيفوت 10,000 درهم، وكيوصل يقدر يفوت حتى 15,000 درهم، خاصة إذا كان كيجيري له، هو اللي كيجيري له لي زافير ومقابل له يعني الخدامة ديالو، وعنده الطوموبيل ديالو خلاص والمازوت كلشي على حساب الانجينيور. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجة وبغى يعرف شي حاجة، مرحبا، حنا راه الإشارة. وهذه كانت يعني اختصار، ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.